نرجع للكارثة اللي انت وصلت لها. انت امتى لعبت ليج يا اسطى؟ والله والله انا في اجازه ثالثه اعدادي. في اجازه ثالثه اعدادي لقيت واحد صاحبي بيقول لي يا اسطى، اللي هو كنا بنلعب كول اوف ديوتي 4، يعني أنا كنت بلعب مع صاحبي ده كول اوف ديوتي 4. مم. اسمه مصطفى سعيد يعني عامة. مم. بيقول لي يا اسطى ليج اوف ليجندز جامده فشخ وحملها ومش عارف ايه وبتاع. انا الصراحه انا بثق في راي الراجل ده، اي لعبه يلعبها حرفيا بعرفها اسمها والعبها انا كمان، لان ذوقه شبه ذوقي فشخ. مم. فباقول له: "يا اسطى حلوة وبتاع." قال لي: "تحفة." اضطريت استنى اخلّص بس امتحانات تالتة إعدادي عشان ألعب. أول يوم خلّصت سِبتها تحمّل ودخلت نمت. صحيت ابتديت بقى فيها. مم. طبعًا ما كنتش فاهم أي حاجة، يعني حرفيًا ما كنتش فاهم أنا كنت بالعب بAsh، لقيت كاترين اللي قدامنا متفيّدة، قُلت أقلد الitems بتاعتها ايوه. عشان دي اللي بتعمل damage. اصلا بقى. مش فاهم أي حاجة. مم. داخل هو الtutorial، والtutorial ساعتها كان تقريبًا مش فاهم Riot Games كانت بتفكّر في إيه وهي بتحط الtutorial ده. بيقول لك انت بتدوس كليك يمين كان بيتحرك عموما بقى بس. اللي هو شكرًا، فين بقى الباقي؟ اوكي. كان بعد كده ابتديت بقى game بgame، وأنا عامةً من النوع اللي هو باسيرش على اليوتيوب بطريقة بشعة، اللي هو طب أنا دلوقتي مثلًا في champion عجبني، كان كوركي كان مثلًا، كان جينكس، كان مش عارف إيه، أخش أشوف الchampion ده بيتلعب إزاي، بالاقي الراجل بيشرح حاجات أنا مش فاهم كلمتين على بعض. إيه ماكرومايز وإيه كريت دي، وإيه في مليون حاجة أنا مش فاهمها. انا محتاج اتعلم البيزكس اصلا يا بيه. بالضبط، يعني. بالضبط. اوكي. فاليوتيوب واحدة، واحدة وجيم بجيم بصراحة. مم. يعني وبعد كده عرفت مثلًا يعني أنا بعد تالت أسبوع أنا عرفت إن المفروض في 2 يلعبوا في الbot lane مش 1. ايوه. اللي هو يا فاكر. راجل ده في تالت أسبوع. لا لما كنت بتبدأ كانت السمايت ما بتبقاش معاك اصلا. في ما يعني كان بيكون الsummoners spells أصلًا مش مفتوحة. ايوه، فأنت فانت الناس اتنين داخلة فوق في واتنين تحت. heal ghost، آه. heal ghost مش عارف إيه وبتاع. مم. الjungler بقى فين وفين عقبال ما شُفته، هو ده بيعمل إيه والّا ده والوحوش دي المفروض بياخدوها إمتى، يعني كان الموضوع كارثي بصراحة. مهم. واحدة، آه. واحدة ودخلت الصراحة group League of Legends Arabic برضه والEgypt ومش عارف إيه. فاهم، أنت عارف برضه إيه، يعني باحس عامةً إنّك أمّا تغرس نَفْسك جوّه community معيّن، أنت خلاص واحدة، واحدة الدنيا بتتفهم قدّامك. الحوار مم. ده أنا لحد دلوقتي لسه باعمله، اللي هو أنا لو عايز أتعلّم مثلًا أي حاجة، أي حاجة، أشوف أول حاجة الcommunity بتاعه، أخُش مهم. أغرس نَفْسي. أنا عارف إن الناس اللي هناك دي كُلّها جامدين فشخ، مم. أنا عارف إن أنا حرفيًا ولا حاجة جنبهم، بس أغرس نَفْسي أنا معاكم يا جدعان، اعتبروني انا معاكم. هرمي نفسي في قلب الكوميونتي، فاهم؟ وهو ايه، سيب بالضبط، نفسك أنا بالنسبة للكوميونتي لي يرفعك. يعني كده اهو. بالضبط. اوكي. والله دي عملتها في أي حاجة، أي حاجة عايز أتعلمها، واحدة، واحدة باقول لك واحدة، واحدة بقى الدنيا إيه، اللي هو اللي هو tutorial من هنا، على game من هنا، اتعلمت حاجة من هنا، مش عارف إيه، مم. بس فالدنيا يعني ضبطت معايا الحمد لله. كleague يعني كمستوى في league. هل علاقتك مع ليك توكسيك؟ بصراحة لأ، يعني أنا عمري ما شُفت league toxic بالدرجة يعني، اللي هو أنا أنا في ناس باشوفها مثلًا تلعب مثلًا 12، 13 جيم وخلاص هي حياتها كده كلّها. أنا مم. باعتبرها لعبة، أو مم. يعني بالنسبة لي هي لعبة وشغل في نفس الوقت، بس أنا اللي هو جيمين 3 وخلاص. أنا باتعصب في الجيمز، مم. بيحصل لي حاجات، بس اللي هو still مش لدرجة إن أنا أخنق نفسي ودنيتي بقى، يعني أنا باشوف مثلًا بوستات اللي هو أنا اللعبة دي دمرت لي حياتي، أنا مش لأ، أنت مش عارف تتحكم في نفسك، أنت العبيط. مم. ده من رأيي يعني، باقول لك هي عامةً ممكن تختلف من شخص لشخص، بس أنا عمري ما شُفت league toxic. هو ممكن في community جوّه toxic، بس عامةً لأ، league يطلع منها حاجات كتير أوي الصراحة. مم. عايز تhave fun، أنت عندك الآرام، أنت عايز مش عارف تجرّب حاجات، عندك الnormal، أنت عايز ترانك بقى وعايز حرفيًا تchallenge، عندك ranked solo duo، بس أنت داخل ranked solo duo، أنت التوقع اللي معاك بهايم، والله يعني بُص lower your expectations وخلاص شكرًا، توقع إن معاك 4 بهايم، أي- معاك واحد بيفهم و3 حمير، خلاص يا عم من عند ربنا، العب عليه بقى وخلاص، فاهم؟ اللي هو اوكي. العب كده، بس هي ليج لأ، هي ليج عمرها ما كانت toxic. قصدي ليج toxic ماشي، طب call of duty إيه؟ طب valorant إيه؟ طب CS:GO، طب overwatch، طب هو هي العالم بتاع الesports عامةً هو مم. team ضد team، فأنت اوكي. مستحيل تبقى مش ليج، المشكلة بالانس. مش في ليج. بالضبط، هي المشكلة هو مش في ليج. المشكلة في الكومباتيتيف.
بالضبط، إن حوار كونه competitive ده اللي بيعصّبك، يا عم أنت طَب أنت داخل لعبة competitive ليه لمّا أنت تتعصب؟ يعني انت مش شايف ان ليك توكسيك؟ لأ بصراحة. اصل كل يعني لما بسأل الناس عموما يعني في هذا المكان او في مكان غيره يعني، فهو يقول لك عارف ايه، هو انا مش بحبها بس انا بحبها، إمم. بس هي بتعصبني، بس هي يعني ما دي مش زي عارف شبه العلاقة ابطلها. الtoxic. أي- هي دي فهو شبه العلاقة الtoxic فهو اللي هو بالظبط. البنت هاموت عليها، بس هي أصلًا السبب في كل حاجة غلط في حياتي، بس أنا باقول لك أنا ليه يعني كعصبية بقى وإن هي تقفل يومي ومش عارف إيه، يعني حاسس إن أنا تخطيت الحوار ده مثلًا، اللي هو لأ، خسرت game خلاص اللي بعده، خسرت LB خلاص وماله، هاموت وأجيب مثلًا rank diamond. يعني في أيام فعلًا أنا اللي هو باكون واخد challenge مع نفسي، اللي هو مثلًا أنا خلاص خدت أجازة العيد، هو قدامي 3 أيام دلوقتي، أنا دلوقتي بلات 4 هاطلع diamond هاطلع diamond، والله باخش أشوف coaches ومش عارف إيه وبتاع، باحس challenge مع نفسي، اللي هو حتى اللي معايا حمير، ما أنا دايمًا حاطط في بالي حاجة حلوة، مهم. دايمًا، لو جوميوشي جه ومسك الماوس والكيبورد هيطلع والّا لأ؟ هيطلع، مهم. خلاص شكرًا، يبقى العيب فيّا، شكرًا سلام. يعني اوكي. لو فيكر جه ومسك الماوس والكيبورد، هيعرف يطلع ويلعب مع البهايم، هيعرف يطلع ويلعب مع البهايم، خلاص شكرًا، أنت مش يبقى أنت لاعب fake. ايوه 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 اوكي. انا كده كده I don't care يعني، انا مش بلعب اصلا. بس يعني لان هو الشباب يعني واخده الموضوع بشكل شخص زياده عن اللزوم مع الموضوع ده، وفي ناس إمم. تبقى واخده مخليه اللعبه اصلا واخده حجم اكبر من حجمها، واخده جزء كبير قوي من حياتها، وزي نوت ايرنينج يعني، فاهم؟ هم مش بيكسبوا حاجه يعني، لا بيبوستوا ولا ده الكارير بتاعهم، هم شغالين في الاي سبورتس ولا حاجه، فبس. دي your bad بقى، يعني كونك معلش، كونك إنك بتتchallenge يعني دلوقتي أنا بامنتج مثلًا ناس لنُص أمريكا وفي EU ومش عارف إيه بتاع، أنا أي حد باشوفه مثلًا master grand master challenger، مهم. الراجل ده أكل عيشه من اللعبة، mainly أكل عيشه من اللعبة. مهم. إذا كان pro player، إذا كان مثلًا streamer، إذا أي حد master grand master، غير مثلًا اللي هو واحد بيلعب تفاريح وهو مستواه حلو، مهم. اللي هو مستواه حلو أصلًا، اللي هو mechanically gifted زي ما بيقولوا، مهم. ده ماشي طلع master. إنما أي حد عامةً في رانكه عالي، ما هو ده عشان أكل عيشه في اللعبة بيحاول يحسّن نفسه، أنت عايز تطلع رانك عالي وبتعتبرها لعبة، عمرها ما هتحصل. يعني هو بينفست د وقت، مقابل الوقت ده في فلوس، في حاجة دخلت يعني. بالضبط، أيوه في حاجة بالضبط، بيحاول يتعلم من أخطائه ومش عارف إيه وبتاع، إنما يعني اللي هو أنت دلوقتي مثلًا أنت غلطت في الgame، هل أنت عندك المقدرة إنك تراجع تعمل review للgame بتاعك، للVOD بتاعك، وتشوف أنت غلطت هنا وغلطت هنا وغلطت هنا ومش عارف، كل الوقت ده أنت هتinvest له زائد وقت الgame، أنت كده يبقى أنت كده حرفيًا داخل في سكة الPro play. أنت حرفيًا يعني أنت إيه الفرق بينك وبين الPro play اللي بيقعد 12 ساعة solo queue زائد الscrims زائد الVOD review، كل مم. ده دي شغلته، إنما أنت شغلتك أنت بتلعب، أنت مش عايز حاجة تانية. أنت عايز have fun، أنت ماشي مستواك عايز يتحسّن، اتحسّن مش عارف إيه وبتاع، إنّما ما تقفلش sorry، ما تقفلش يومك يعني عشان جيمين والّا جيم خسرته. أنا once إن أنا حسّيت نفسي خلاص باقفل، يعني اللي هو الموضوع عادي. مم. اوكي ممكن ما league أنا فعلًا ما عُدتش بافتحها غير أمّا يكون معايا 5 stack، اللي هو معايا 5 أصحاب، خمسة معاك. 4 أصحاب. مم. طيب بص، هو انت حرقت السؤال ده غالبا لان انت مش شايفها توكسيك، بس انت ما فكرتش في مرة كده اللي هو كفاية ليك لحد كده؟ كتير فشخ، كتير فشخ، كتير فشخ. أنا لو أجيب لك الmemories بتاعتي ممكن أجيبها لك. أنا ماسح league ديّة يمكن بتاع 25 مرّة، وتاني يوم باحمّلها زي الكلب. هو انا يعني مش عارف يعني، انا ما عملتش الموضوع ان انا امسحها يعني، انا لحد دلوقتي انا مكوت اللعبة بقالي اكتر من سنتين تلاتة، ومكوتها إمم. ككونتنت من اول السنه دي، واللعبه لسه عندي إمم. يعني، انا ما مسحتهاش، الموضوع ملوش علاقه بان انا مسحها، فاهم؟ فمش لأ، أنت عارف. اللي هو أنت عارف مثلًا لو أنت عايز تخس، فأنت مثلًا بتقوم رايح رامي أي ساندوتش حلو في التلاجة، بحيث إن هو ما يكونش قدّامك حتى لو نِفْسك فيه، مم. فاهم؟ هو نفس حاجة شبه كده، اللي هو أنت بس بتشيلها من قدّامك، بس برضه اللي هو الغريزة الإنسانية، اصل هو تاني يوم انا باحمّلها. عندي نت،
ما خلاص لا لا انا بجد بقى نزلتها ومرات كنت بتعصب امسحها اروح اجيبها زي الكلب من السايبر ب 10 جنيه ايام ما كان آه، الباقة. كان زمان ايوه. الباقة بالظبط. الباقة كانت قليلة وبتاع فاللي هو لا مسحتها كتير قوي قوي يعني. كان كويت ولا كان انا لا متعصب؟ كان انا ماكس كويت عملته كان 12 ساعة. يا نهار ابيض، انت حالتك صعبة يا اسطى. آه، وبعدين انا اللي هو حسيت. يعني بص يعني مثلا كويت اللي هو بمعنى ان انا مش هلعب اللعبه دي يعني دلوقتي هي قدامي انا ممكن افتحها العبها عادي. مم، فاهم بس انا مش مكوتها. انما كويت بقى اللي هو انا في دماغي انا ليك ديت خلاص لعبته كانت 12 ساعه ماكس كان منهم 8 ساعات نوم كمان. مم. يا اسطى طب ما انا عايز اقول لك ان هو ده تعريف العلاقة التوكسيك، يعني انا عارف ان انا هصدمك بالمعلومة دي، بس هو اللي انت فيه ده توكسيك. يعني ما. الكلام ده لما كانت تعصبني يعني الكلام ده كان زمان مثلا انما انا دلوقتي مثلا حاليا يمكن بالمنتال بتاعتي اللي هو يعني حاسس انا شايف ان المنتال بتاعتي اتشفتت بطريقه او ما يمكن اخر 3 4 سنين. اوكي. اللي هو بُص أنت المشكلة فيك، يعني بصراحة أنا طلعت diamond من ساعة ما حسيت إن أنا طلعت diamond. أنا حاسس إن الmental بتاعتي اتشفتت أوي، اللي هو أنا كان الgoal بتاعي أطلع diamond يعني هاطلع diamond. قعدت أشوف يمين وشمال وأوزي gameplay وجومايوشي ومش عارف إيه اللي هو الناس اللي بتحاول تلعب. لمّا اتحسنت طلعت، خلاص إذ المشكلة كانت فيّا أنا، مش مهم. في حد تاني. اوكي. عندك doublelift دايمًا بيقول أنت في عامل ثابت معاك في الteam، مهم. في في 4 بيتغيّروا مهم. وأنت أنت الوحيد كل game، فأنت الحاجة الوحيدة اللي تقدر تحسّنها أنت. خلاص، فاللي هو واحدة، واحدة الmental بتاعتي بدأت تتحسّن إن أنت المشكلة، أنت اللي في إيدك يا تقوّم الteam يا إمّا تخسّره. عرفت تكسب ماشي، ما عرفتش خلاص اتحسّن، اتحسن. مش عارف مين اللي عمل الغلطة. او ما بالضبط. تلعبش لعبة كومباتيتيف. لو عايز تهاف fun اه ما تلعبش لعبة competitive. ايوه صح. بجد لو ده الseek بتاعك، ايوه هي في الأول وفي الآخر لعبة. صح، انا شايف كده على فكرة. أصل ما لهاش لازمة إنك تعصّب بس أنت مش أنا آسف ما أنتاش في الدوري العربي ولا في الMSI ولا الFCK عشان تقعد تتعصّب آه، ده game في الأول وفي الآخر على 20 LP فاهم، وهتلاقي رانكك في الآخر gold يا silver فاهم، طب ليه؟ انا فاهم، انا سايبك عشان ايه يعني تطلع كل الموضوع ده من حاسك مكبوت، فانت عاوز لا والله ما مكبوت بس أنت عندك مثلًا في الجروبات بتحس إن في شوية عاهات. لأ الجروبات حاجة صعبة، فأنت تحس إن في شوية عاهات واللي يقول لك ياخد لك screenshot للgame هو جدعان الجونجلر ده موجود هنا في الجروب، يا عم موجود في الجروب هتخش تسِب له عشان لاعب وحش غريب أوي. انا شفت شوف لك الموضوع ده، حياة. مش فاهم يعني ايه الاوبشن، يعني ما هتعمل ايه؟ مش الجونجل ده ليه؟ مَس سمايت البارون بس ليه؟ خلاص، هو تلاقيهم هما اتنين بيلعبوا في البرونز او في السيلفر، يعني فصباح الخير. بالضبط، فاللي هو انت والله وحش عيل عبيط برضه، ما هو فاهم؟ انت وحش. انت وحش، بالضبط. انت وحش. اوكي. ما لأ ده حاجة صعبة والله.